بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيداتي أوانسي سادتي أعزائي النظار الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، عمتم صباحا وطابت أوقاتكم. بهذه المناسبة السعيدة وين يحضر إلى مقر القناة إخوة من الأعز الأصدقاء الذين هم موجودين بهذه القاعة المتواضعة، ألا وهو الدكتور سي عبد الله السنوسي اللي هو يحضر الكتاب للأستاذ لمحمد الشيخ محمد بالخياطي. نبدأ الحوار تاعنا مع الدكتور سي عبد الله، تفضل. السلام عليكم. نحن اليوم في ضيافة السيد سي بن عبد القادر وقناته الواسعة الصيت. نشكره على حسن الاستقبال والضيافة، ونشكره أيضا على تواجدنا معه في هذه الجلسة. نتمنى أن تكون جلسة مباركة، والتي سي بن عبد القادر ينشطها، ونحن ننتظر نفتح الحوار. وتفضل واش بايت. قبل ما نفتح حوارنا نتنقل إلى الأخ جلولي محمد، هذا الرجل الفذ اللي يحب الأغنية البدوية والشيوخ الأغنية البدوية والأشعار. سي محمد، صباح الخير. صباح الخير. تفضل سي محمد. شرف ان شاء الله. تفضل، قدم الميكرو عندك. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم اشترنا اليوم الحد. أنا بضيافة سي عبد القادر بن عبد القادر، أنا والصديق والأخ عبد الله السنوسي في ضيافة سي عبد القادر بن عبد القادر في منزله. مرحبا بكم. ومرحبا بكم وبينا. بارك الله فيك. هذا قبل ما نفتح الحوار تاعنا اليوم، الآن نعود الكلمة إلى سي عبد الله السنوسي لجميع الإخوة من المغرب ومن الجزائر من أقطار العربية، وين يعني دائما يكلموني على الكتاب وراه المرحلة تاعو وصل سي عبد الله دائما يعني المشاهدين. على كل مذكرات الشيخ محمد بالخياطي اللي كلفني بكتابتها، والتي راهي في مدة على كل حال ليست بالقليلة. والمذكرات هذه انتهينا منها تقريبا، أصبحت جاهزة للطبع. هي في ننتظر الضوء الأخضر من أجل الشروع في الإجراءات التي تسهل قضية الطبع وقضية بعث هذا الكتاب إن شاء الله. بالنسبة لي الكتاب راه جاهز ولم يبقى. والكتاب هذا فيه عدة أبواب فيما يخص الحياة تاعو منذ النشأة تاعو، ثم ننتقل من النشأة إلى حياته وفي أثناء النشأة هذه منذ النشأة تاعو وتأثره بالفن وهو صغير إلى غير ذلك. لمحات سأعطيكم لمحات فقط وهو صغير، ثم ننتقل إلى ولما شب وأصبح شابا والتحق بالثورة والأعمال التي قام بها ونشاطه الثوري إلى غير ذلك، فاني أيضا بكل التفاصيل وبكل دقة. ثم ننتقل إلى حياته الشخصية التي عاشها كفنان، عانى الكثير ولقي الكثير في حياته، ثم نختمها بذكرياته مع الأصدقاء منهم الفنانين والأصدقاء المقربين وغيرهم إلى غير ذلك، في باب صورة وذكرى. ثم نأتي إلى ذكر أشياء أخرى عاشها الفنان في حياته، ثم نصل إلى خاتمة الكتاب. إذن الكتاب بالنسبة لهذه المراحل والأشواط كلها قطعها
والكتاب الآن جاهز بالكمال والتمام. لم يبقى إلا عملية الطبع، وعملية الطبع هذه تحتاج إلى إجراءات ومراحل ووجهات إلى غير ذلك. بارك الله. سي عبد الله، حسب المعلومات اللي عندي أنا حتى الأدلة بالصور، كل بالصور، الأصدقاء يعني المشاهدين اللي كانوا معاه، التعليق والصور. التعليق والصور يعني التعليق والصور. سي عبد الله، ما تلقاش معاناة من يعني التقاط هذا فيه لابد كل حاجة لها تتطلب جهد وتتطلب تعب وتتطلب كل كسائر المشاريع. هذا مشروع كتابي لابد أن يبذل فيه الجهد، وأن يتلقى صاحبه جهدا ويبذل الكثير من أجل جمع كل هذه المعلومات، ومن أجل الوصول إلى الصور الثورية والصور الفنية وغير ذلك. إذن الكتاب مر بكل هذه المراحل وبذل من أجله جهد كبير، وهو الآن جاهز على كل حال تماما. سي عبد الله، شفتك انا في الحصص يعني المقبله او الحصص الماضيه من سجلنا عندك في المسجد في مدينه غليزان. بهذه المناسبه اشكر كل يعني مواطني ولايه غليزان. يعني شفنا يعني بالكتابه نتاعك باللغه الفصحى والدارجه. هي الكتابه كانت كلها باللغه العربيه الفصحى، بينما القصائد قصائد شعر بدوي باللهجه العاميه، وبالتالي فبعض الكلمات او الكثير من الكلمات التي تحتويها القصيده وهي باللهجه فالكثير لا يفهمها. حتى في الجزائر بالنسبة إلى من الشرق للغرب ومن الجنوب تختلف الكلمات، اللهجات، اللهجة والكلمات تختلف من منطقة إلى أخرى. بارك الله. وبالتالي ما دام الكتاب لفنان قام، إذن ما دام الكتاب لفنان وهذا الفنان كتب بالبدوي وكتب باللهجة العامية، إذن حتى يفهمها نسهل الفهم على الجميع. رحنا بفكرة أن كل قصيدة إلا ولها شرح لكلماتها، وخاصة الكلمات الصعبة اللي باللهجة العامية لكنها صعبة يكون عندها فهم صعيب. نعم، لكن لما نقربوها باللغة العربية الفصحى حتى يقرأها الجميع ويفهمها الجميع. بارك الله. ولكل قصيدة لها مقدمة تاعها اللي تتطرق لمضمون القصيدة، لجوهر القصيدة، ثم نروحوا لشرح الكلمات. دايرين شرح كلمات معناها باللهجة العامية ونشرحوها باللغة العربية أو نقربوها بمفهوم آخر بفكرة أو غير ذلك، يعني باش يعني حتى يفهمها الجميع، حتى نقربوها للجميع. بارك الله فيك. الإخوة اللي كلمتوني عن طريق الهاتف وعن طريق يعني التعاليق لي كومونتير، هاو الأستاذ الدكتور سي عبد الله يعني وضح لنا كل شيء. بالمناسبة أنا لست بدكتور، أنا الأستاذ بالخياطي يقول لك دكتور، ولكن الشيخ بالخياطي من قوة يحبني بارك الله فيك التقدير سماني الدكتور. احنا فاني سميناك دكتور على حسب يعني المعطيات وحسب يعني ما شفت انا يعني يعني الاوراق اللي في الكتاب تاعك تستاهل اكثر من دكتور. الله يسلمك يا عبد الله، والله تستاهل اكثر من دكتور. هي تجربه ومحاوله ان شاء الله تكون ناجحه. بارك الله فيك. هذا هو صح. سيداتي أوانسي سادتي أعزائي النظر الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، وبالخصوص الإخوة المغتربين، كانت هذه كلمة قيمة من عند الأستاذ سي عبد الله، وين وضح لنا يعني معاني ومفهوم هذا الكتاب للشيخ محمد بالخياطي. قبل ما نوجه يعني واحد النداء صغير، كاين أخ سي عبد الله من جيجل، نبلغك السلام كثير لوس على والله عزوز ولا ماجد، الأخ فاني مصطيف كان تلاقى بسي عبد الله وجه له يعني التحيه. راني علم مباشر مع سي عبد الله الاخ تاع الجيجل، وانا ايضا احييهم. بارك الله فيك. تحيه اسلام واخوه. بارك الله فيك عبد الله. وانا بودي اوجه قبل ما نترككم مع هذه الاغنيه للشيخ محمد بالخياطي، اوجه سلامي للجلالي خليفه وكذلك جمال الرمكه وعبد القادر بوسنه.